هقول لك على 5 دروس مهمة نتعلمها من مسلسل الهادف لام شمسية. الدرس الأول: التحرش بالأطفال ده مش خيال علمي، دي حاجة بتحصل ولازم نعترف بوجودها ونخلي بالنا منها. تاني حاجة: التحرش بالأطفال لما بيحصل بيكون ليه علامات بتبان على الطفل، بيتغير ما بيبقاش هو، والأم أكيد والأب بيحسوا بحاجة زي كده، فلما الطفل يتغير لازم تقف وتفكر في الموضوع ده. رقم 3: لما التحرش بالأطفال بيحصل من الناس القريبة منهم، غالبا أهل، صحاب أو في المدرسة، فخلي بالك قوي من الدايرة دي وما تثقش في حد ثقة عمياء. رقم 4: في ناس متخصصين يقدروا يساعدوك في الموضوع ده، فلما يحصل تحرش ما تعملش نفسك فاهم في كل حاجة وتحاول تصلحه انت، ودي لحد متخصص عشان الموضوع ده لو ما اتحلش وهو صغير ممكن يتطور لعقدة تفضل مع الطفل طول حياته. 5: لما يحصل تحرش وتشهد على التحرش ده ما تسيبش وما تسامحش المتحرش، علشان لو سامحته انت اللي بتعمله ان انت بتطلقه لأطفال ناس تانية. فلما يحصل ان انت تقفش حد بيتحرش بابنك ما تسيبوش وطرده وقاضيه، علشان توقف الوحش اللي عايش ما بيننا ده من اذى اطفال تانية. مسلسل هادف فعلا، ويمكن المسلسل الوحيد الهادف في رمضان ده. ربنا يبارك لطاقم العمل كله.